السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شفتو شي كون خاوي ديروا الكيت وطفيو الضو. مشينا. الخوت، قبل ما نبدا كنشكركم على التفاعل في الفيديوهات الاخرى اللي حطيت، وكنطلب منكم ان هذا الفيديو هذا اللي غنحط يوصل ل 5000 لايك. ماشي شي حاجه كثيره مقارنه بعدد المشاهدات. كنتمنى ما تحشمونيش. لما نطول عليكم خليونا نبداو. كنا عارفين باللي احسن فتره كدوز في حياتك هي الفتره ديال الليسي. كتكون في نفس الوقت في مرحله المراهقه ديالك وبدايه الشباب. كتبغي تجرب بزاف د الحوايج. انا كنت من النوع اللي اجتماعي بزاف، وعزيز عليا ندخل راسي في اي حاجه. بحال مثلا في الثانويه كنبغي انا نكون مكلف ميل في الغياب، اولا الا احتاجوا الاساتذه شي حاجه انا اللي كنجيبها لهم، وانا اللي كنبغي نكون ديما ممثل ديال القسم. الا بغاو التلاميذ يقولوا شي حاجه للاستاذ انا اللي كنهضر بسميتو. هادشي كامل قلتو لكم باش نقربكم من الشخصيه ديالي. سميتي اشرف. هاد القصه اللي غنعاود لكم طرات ملي كانت عندي 18 عام، وكان عندي الباك ديك الساعه. هاد الجهد اللي عندي وهاد الحيويه الزايده كانت تقدر تخرج على شحال من واحد كون كان في بلاصتي، ولكن انا قررت نوظفهم في جوج حوايج. اولا الرياضه، وثانيا العمل الجمعوي. دخلت لواحد الجمعيه اللي كيكونوا فيها بنات ودراري من مختلف الاعمار. تقريبا شي عام ونص وانا فيها، وكانت الخدمه ديالنا هي اننا مثلا نمشيو للمدارس ولا للجوامع اولا للسبيطارات اولا لشي جرده ونقيو داكشي اللي تما. وانا كان عاجبني هادشي حيت درت بزاف ديال الصحاب، وكنا كنديرو خرجات مع بعضياتنا. ما عمرني ما حسيت بالعيا ولا قلت لهم باللي ما بغيتش ندير شي حاجه. بالعكس، حتى الا ما بغاش شي واحد يمشي كنمشي انا في بلاصتو. وصلات واحد الفتره ديال شهر 3 فوقيت الربيع، والادمين قال لنا بلي خصنا نمشيو لواحد المقبره ونقيو داكشي اللي فيها. كانت هذيك اول مره غنمشيو لشي مقبره، موالفين الاغلبيه كنمشيو غير للمدارس. ديك المقبره كانت عامره. كنا مشينا في وسط السيمانه باش ما نلقاوش الناس بزاف، حيت الاغلبيه كيمشيو يزوروا الموتى نهار الجمعه. مع دخلت وكنشوف دوك الاجواء شداتني واحد التبوريشه في شكل. يمكن هذيك غير الهيبه ديال الموت، وما عرفت واش كلشي يحس بنفس الحاجه. كنا جبنا معنا واحد الساشيات كبار باش نهزو فيهم داكشي، وواحد البالات باش نهزو الا كان شي حجر ولا تراب. وكاين اللي جابوا الورد باش يديروه في القبوره. دوك المزروعات داكشي اللي كيتزرع في القبر. انا بكثرت ما كنت متحمس، هما عياو وجلسوا يرتاحوا، وانا قلت لا خصني نزيد نكمل. ومشيت لواحد الجهه اخرى ما وصل لها حتى شي واحد. كانت جات في الاخر كاع بجنب السور. ما حدي غادي وكنقرب لديك البلاصه، جاتني ديك الارض في شي شكل بحال الا الارض اللي كانت مشى عليها خاويه من التحت. كنحس براسي شويه وغادي نطيح اولا غتهرس بيا، وفي نفس الوقت شداتني الترعيده. شي حاجه كانت كتقول لي سير كمل في ديك البلاصه، وشي حاجه كانت كتقول لي رجع في حالي ونبقى جنب الناس اللي جيت معاهم. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكملت في طريقي. بديت كنقي تماك. ديك البلاصه الاغلبيه ما كانوش كيوصلوا ليها، وحتى القبوره كان نايض فوقهم الربيع بزاف لدرجه انهم غبروا. بديت كنقطع شويه من داك الربيع باش على الاقل يبان القبر. لفت انتباه ديالي واحد القبر اللي كان من الفوق نايض فيه الربيع، ولكن في الجنب ديالو وداك التراب كان كيبان جديد بحال الا مقلب، وداك التراب ديالو باقي فازق. استغربت، قربت منه شويه ويبان ليا واحد الطرف ديال الثوب. انا حساب لي غير شي ميكا ولا شي زبل محطوط تماك، وبغيت نجرو. بديت كنجر فيه وكنحس بداك الشي ثقيل، يعني ثابت مدفون مزيان. بقيت مدابز معاه حتى جريتو، وطلعت ليا واحد الرزمه كحله، حيت داك الثوب اصلا كان كحل. بقيت كنقيس فيها وكنحاول نعرف شنو فيها لداخل.
حليتها وتما كانت الصدمة. ما تصوروا شنو لقيت فيها. تصاور ديال العرس ديال واحد المرا وراجل، ومكتوب فوق التصاور ديالهم واحد الملابس الداخلية ديالهم حتى هي تماك، ضفار اللي ما عرفتهمش ديال من، حتى هما كاينين في ديك الرزمة. شوية ديال الشعر. وعاد الحاجة اللي زادت صدماتني هي انني لقيت بوبريس. ما عرفتش واش هذاك بوبريس ولا تاتا، كل واحد كيفاش كيسميه، ولكن لقيته ميت وكارم وملوي عليه واحد الخيط كحل. ما تصوروش الريحة كيف دايرة اللي طالعة من ديك الرزمة، كانت خانزة بزاف لدرجة جابت لي الردة. وتصوروا معايا الخوف اللي جاني، كنت كنترعد، ولكن شي حاجة لداخل ديالي كتقول لي نهز ديك الرزمة ونديها معايا. سمعت خوتنا كيعيطوا ليا، داغي جمعتها وخشيتها في ديك البلاستيكة وتميت غادي لعندو. ما بغيت نقولها لحتى شي واحد فيهم. تصوروا معايا هما كيدويو معايا وكيقولوا لي مالك، ولكن انا كنت غير مرفوع. حتى من الهضره ديالهم ما كنسمعهاش، حتى كلمه ما قدرت نسمعها، بحال الا كانوا غير كيوشوشوا ما كانوش كيهضروا. فواحد اللحظه حسيت براسي بحال الا كلشي سقل، ما بقيت كنسمع حتى شي صوت من غير التصفار اللي في ودنيا مزير على ديك البلاستيكه اللي كانت في يدي. وما بغي نعطيها لحتى شي واحد. جابوا واحد الهوندا اللي فيها غنهزو دوك الخناشي وغنديوهم نلوحوهم في البلاصه المختصه للازبال. ملي وصلوا ليا ما بغيتش نعطيهم ديك البلاستيكه، ودرت السبه وقلت لهم باللي نسيت شي حاجه. قالت لي وحده حط البلاستيكه وسير جيب داكشي. قلت لها لا، راه خليت بزاف ديال الزبل تماك، خاصني نرجع نجيبو. مشيت تخبيت وجبت ديك الرزمه ودرتها في شكارتي. رجعت لعندهم وعطيتهم الساشيه. تراك كامله وهما كيطبلوا وكيضحكوا وفرحانين، ولكن انا كنت غير مرفوع، وهادشي ماشي من عادتي. كلهم لاحظوا بلي شي حاجه غريبه فيا، وانا براسي ما كنتش عارف راسي مالي، وما عرفت اصلا علاش هزيت ديك الرزمه وواش هادشي غيأذيني. اول حاجه فكرت فيها هي ندي داكشي لواحد الفقيه كان معروف عندنا في ديك المنطقه، كيمشيو عندو كاع الناس اللي مقيوسين ولا طاريه لهم شي حاجه، بحال الراقي. انا كنت كنعرف ولدو، تلاقيتو في الباب قلت ليه ضروري بغيت نشوف باك على قبل شي حاجه. قال لي بلي ما مساليش دابا. قلت ليه لا، شوف هادشي راه مستعجل، ضروري نشوفو دابا. با سمعنا كنهضروا وعيط ليا. مشيت لعندو، كنت كنهج وصفر. قال لي شنو عندك ولدي؟ كنعقل له، حليت الشكاره وسست داكشي اللي فيها. بقى كيشوف وكيهز راسو ويشوف فيا، مد العكاز ديالو وحل ديك الرزمه. هو يتصدم ملي شاف داكشي اللي تماك. قال لي شكون اللي لقى هادشي؟ قلت ليه انا لقيته مدفون اليوم في المقبره وجبتو ليك باش تبطلو. قال لي واش ما خفتيش؟ واش بخبارك هادشي راه خطير ويقدر يقتلك كاع؟ قلت ليه انا ما عرفتش ملي شفت داكشي ما قدرتش نصبر وهزيتو معايا. وبقاو فيا هاد الناس اللي في التصاور، واش تقدر تعاوني؟ راه الطريق كامله وانا جاي ومرفوع، واللي كيدوي معايا ما كنجاوبوش. قال لي حمد الله منين جاتك غير في هادشي، كون كان شي واحد في بلاصتك كون طرات فيه شي مصيبه. قلت ليه علاش زعما؟ قال لي ما عرفتش تقدر تكون عندك شي حمايه ولا شي حاجه، ولا يكون قلبك زوين ومعطيلك هادشي. قلت ليه الله يرحم لك الوالدين، غير شوف كيف دير تبطل هادشي. قال لي صافي خليه لي انا غنتكلف به. خرجت وانا حاس بواحد النشوه وواحد الفرحه، كنقول مع راسي درت خير كبير، وما كنتش عارف بلي هادشي غيجبد ليا الصداع ويخليني نبدل المسار ديال حياتي. داز تقريبا 4 ايام. واحد النهار تلاقيت ولد داك الراقي وسولته على داكشي. قلت ليه امضرة. قال لي صافي راه الوالد قضى الغرض، دا لعند واحد السيد كيعرفو متمكن. فرحت بزاف وقلت بلي هاد الناس كتاب ليهم عمر جديد. وقال لي شوف صاحبي، راه الوالد وصاني نهضر معاك، هادشي اللي درتي مزيان وديتي عليه الاجر، ولكن ما تعاودش دير شي حاجه بحال هادي، راك غتخرج على راسك. ما تسوقتش ومشيت بحالي. وديك الليله بالضبط فين غتبدا المغامره ديال بصح، كنت ناعس ومتكي في بلاصتي. شويه حتى كنحس بحال شي ريح كيضرب ليا في وجهي، وشي ريحه زوينه داخله معاه. شويه كنسمع بحال شي واحد كيعيط ليا بسميتي. انا كنقول مع راسي راه غير كنحلم. مع حليت عيني بان ليا راجل، ما قدرتش حتى نشوف فيه مزيان، كان ملتم
تخلعت بزاف وقفزت من بلاصتي، ولكن كيفاش نشرح لكم بلي داكشي كامل داز بزربه، ما كاملاش حتى 2 ديال الثواني. بقيت كنهاج وكنقرا القران وكنقول مع راسي راه غير تخايلت ولا كنحلم. كيفاش الواحد يقدر يحلم وهو فايق؟ ديك الايام الوالد كان مزيرني على الصلاه، وحتى من الفجر كان كيجي لعندي يقول لي يلا معايا للجامع. ديك الليله ما عاودش جاني النعاس حتى دق عليا الوالد ومشيت معاه. مشينا للجامع وبدينا في الصلاه. لاحظت واحد الحاجه غريبه، واحد الراجل ما كانش كيصلي معانا في الصف، كان راجع اللور وكيصلي بوحدو. بقيت كنشوف فيه باستغراب، وحتى هو كان كيشوف فيا. كان لابس الابيض وعينيه مكحلين بزاف، وكان داير فحال واحد العمامه على راسو، كيبان مختلف بزاف على الرجال الاخرين. سالينا الصلاه وتمينا خارجين، وانا مازال كنشوف في داك الراجل، والوالد كيقول لي يلا زيد نتحرك وخلاص. صافي زيد زربيتي وتميت خارج، ومره كندور نتلفت ونشوف في داك الراجل. مشينا للدار، قلت غنعس شويه بيد ما توصل وقيت القرايه. مع نعست كنحلم براسي في الجامع ومع داك الراجل نيت. ما بانوش ليا الملامح ديالو مزيان، ولكن كنت عارف باللي هو. سمعتو كيقول لي اجي قرب، ومشيت جلست قدامه. ما كنتش خايف منه، بالعكس حسيت بحال الا كنعرفو من شحال هادي، وشميت فيه نفس الريحه اللي كنت شميتها في البيت. كانت غير حلمه ولكن حسيت بها حقيقيه. ما كانش كيهضر معايا ولا ينطق بشي كلمه، كان غير كيشوف فيا وكنعرفو شنو باغي يقول. حتى صوتو ما كنتش كنسمعو بودنيا، سمعتو في الداخل ديالي. قال لي سميتي وذكر سميت الاب ديالي وجدي، وبقى غادي في السلاله ديالنا حتى قال شي سميات اللي انا اصلا ما عارفهمش. قال لي بلي حنا عندنا عرق شريف، وباللي معطي ليا انني نفك الاسحار ديال الناس. ولكن اللي فهمت منه هو ماشي اي سحر نقدر نحيدو، غير اللي كيقول لي هو وصافي. ملي فقت كنت عرقان بزاف ووجهي احمر، كنحس براسي عيان بحال الا ما كنتش ناعس، بحال الا كنت كنجري. ما صدقتش ديك الحلمه اللي حلمت. بقيت كنقول مع راسي واش انا حماقيت ولا شنو؟ يمكن غير حيت درت بالي مع داك الراجل علاه شفتو. وانا هكاك كنهضر مع راسي حتى تفكرت السميات اللي ذكر ليا داك الراجل، وكانت بيناتهم سميه ديال جد الوالد. مشيت سولت الوالد وقلت ليه شنو سميت جدك. الوالد ما فهم والو، قال لي مالنا على الصباح. قلت ليه عافاك غير قول لي سميت جدك. قال لي كانت سميتو عبد الحق الله يرحمه. عرف ديك اللحظه وقوت الصدمه نط من الطبله، يعني ما كنتش كنحلم. داك الراجل بصح، وديك الهضره اللي قال لي حتى هي بصح. ولكن شكون هو؟ كيفاش شفتو في الجامع وعاود حلمت به؟ قلت خاص ضروري نمشي لعند الفقيه للجامع اللي صلى بينا الفجر ونسولو على داك الراجل. بما اننا كنصليو غير عدد قليل، يعني غيكون عاقل على الناس اللي كيجيو يصليو الفجر. ما خرجت من القرايه مشيت لعندو، ووصفت ليه داك الراجل كيف داير، وقلت ليه بلي كان كيصلي اللور وبعيد علينا، وكان لابس الابيض وباين من بين الجماعه كاملين. قال لي ما كان حتى شي راجل بهاد المواصفات. قلت ليه ما يمكنش انا شفتو بعيني. قال لي واش غتشككني في راسي؟ راه قلت لك ما كاين حتى شي واحد. كاع الرجال اللي كيجيو يصليو انا كنعرفهم مزيان وعارف حتى سمياتهم، وحتى انت كتعرفهم كلهم من الحومه. وانت قلتي بلي ما عمرك ما شفتي هذا الراجل. شحال مره كيجي شي واحد براني يصلي ولكن كنشوفهم وكنسلم عليهم، اما هذا الراجل اللي قلتي لي انا ما شفتوش. ولدي خرجت من الجامع وزدت صدمه على الصدمه اللي كانت عندي. نشوف راجل في الجامع ونحلم به، وملي نمشي نسول عليه ما نلقاهش. بقى الدماغ ديالي ولا عقلي كيعطيني في الاسباب المنطقيه. بقيت كنقول مع راسي يمكن غير الفقيه ما شافوش ولا ما ردش ليه البال. دوزت داك النهار كامل وانا كنفكر. دخلت لبيتي وسديت عليا وبقيت كنقول شكون هو هذا الراجل ومنين جا وشنو بغا عندي. نعست. ديك الليله ما شفتش داك الراجل، ولكن كنت كنحس بشي حاجه معايا في البيت. فقت وانا مرتاح، ما عاودتش شغلت راسي بداك الشي، خصوصا انه داك العام كان عندي الباك. قلت نديها في قرايتي احسن ليا. كان داك الراجل ولي لاحظت انه كيجي عندي كل خميس. وصل عاوتاني الخميس اللي موراه وحلمت بيه، وقال لي ملي غتفيق غتلقى واحد الحجره جنب راسك، غتاخدها وديرها في الماء وتبقى تشرب منه في الصباح وفي الليل.
هادشي غيحصنك وعطيها حتى لعائلتك. ولكن سرنا يبقى هنا. وملي ضرباتني الفيقة اول حاجة درت هي بديت كنقلب على ديك الحجرة، كنشوف في جنابي واش كاينة. ما لقيتهاش، وقلت مع راسي هادشي غير تخربيق. مشيت للكوزينة باش نشرب ورجعت وانا نلقاها محطوطة عند راسي. بقوت الصدمة الكاس كان غيطيح ليا من يدي. مشيت كنجري وهزيتها. حجرة كانت بشي شكل، كتبان عادية ولكن ملي كتقرب ليها كتبان زوينة بزاف، ملسة بحال الزاج. بقيت حاطة حدايا وكنقول دابا اش غندير انا بهاد الحجرة، حيت اصلا باقا ما دخلتش ليا لراسي فكرة ديال هذاك الراجل اللي كيجي لعندي. ما فهمتش اصلا شنو باغي مني. جربت نديرها في الماء وشربته، حسيت بواحد الراحة في شكال. تصوروا معايا انا النعاس ديالي كان خفيف، وإلا فقت في نص الليل ما كنقدرش نعاود نرجع النعاس. ولكن داك الماء غير شربته وتكيت داني النعاس وما فقت حتى للصباح. وفقت وانا مرتاح وناشط، كنحس براسي نعست مزيان. وهادشي هذا غنبدا نلاحظو في السيمانه كامله اللي كنشرب فيها داك الماء. وحتى الشهيه ديالي تبدلات، والصحه ديالي غادا وكتزيد تحسن، لدرجه ان الماء وليت كنشربو بزاف. وانتم عارفين ان اي واحد كيشرب الماء بزاف خصو يدخل للطواليت، ولكن انا ما كنتش كندخل للطواليت بزاف. بحال الا داك الماء ما عرفتوش فين كان كيمشي. ما عرفتش واش كيستافد منه الجسم ديالي ولا شي حاجه اخرى. خديت واحد البيدوزه كبيره وحطيت فيها ديك الحجره وعمرتها بالماء، وليت كنخوي حتى للدار منها. تصوروا معايا ولينا ديما ضاحكين وفرحانين. الوالد ما بقاش كيعاملني قاصح بحال اللي كان. الوالده اي حاجه كنقولها لها كتوجدها لي. الصراحه ديك السيمانه دازت زوينه بزاف، حتى وصل الخميس عاوتاني وجا عندي داك الراجل. قال لي دابا انت راك مستعد. انا ما كنتش كنجاوب وكنت كنخليه يهضر. وقال لي كاين واحد السحر في البلاصه الفلانيه، وعطاني النعت بالضبط بحال الا كنت كنشوف ديك البلاصه. قال لي بلي راه السحر معلق في واحد الشجره، وكيخصني نمشي ليه باش نحيدو ونمشي ليه فوقيت الفجر. ديك البلاصه كانت شويه بعيده، كان كيخصني ضروري شي طاكسي ولا شي ترونسبور اللي يوصلني. ولكن الامور كلها تيسرات. خرجت من الدار، صليت مع الوالد الفجر وتحركت. الحاجه اللي استغربت منها بزاف هو ان الوالد ما سولنيش لا فين غادي ولا شنو باغي ندير في هاد الوقيته. يلا خرجت لجهه الشارع، لقيت واحد مول تريبورتور، لقيت واحد الراجل غادي بالخبز كيفرقو، وقلت ليه عافاك واخا توصلني. قال لي طلع مرحبا. وصلنا داغي لديك البلاصه ونزلت. كان الجو زوين وريحه التراب طالعه. تميت داخل، كانت بحال واحد الارض وبقى ما تبناتش وفيها شي شجر. انا غادي وعارف راسي فين غادي، بحال شي واحد اللي كيوجهني وكينعت ليا. وصلت بالضبط لجهه ديك الشجره، وبان ليا داكشي معلق فيها من البعيد. تبعت كاع التعليمات اللي قال لي داك الراجل في الحلم. خديت يديا بجوج وبديت كنقرا عليهم شي ايات، ودرت شي حوايج اخرين بلا ما نذكرهم. قربت من ديك الشجره وحيدت داكشي بزربه. كنت كنسمع صوت الغوات وصوت شي حد كيتعذب. مع كندور كتبان ليا واحد المراه واقفه جهه الشجره اللي كانت مقابله معايا، وكانت كتطلع عليا. كانت سيفتها كتخلع، يا ربي تسمح لي. ما عمرني ما شفت شي حاجه بحال هكاك، ولكن شي حاجه لداخل ديالي كانت كتقول لي ما تشوفش فيها وما تخافش. حيدت داك السحر وفكيتو. درت واحد الطريقه ولكن ما مسموحش ليا انني نذكرها اولا نقولها، حيت هادشي كيبقى سر. تميت غادي وديك المراه مازال كتشوف فيا، ولكن ما بغيتش نهز راسي فيها. دزت من حداها ومشيت. ما قدرتش تقرب ليا ولا تقيصني. كنت عارف ومتاكد بلي هذيك ماشي بنادم. داك الراجل ملي كان كيجي لعندي كيوصيني ديما نحافظ على صلاتي، وقبل ما نعس نتوضا، نبعد على الهضره والنميمه والمخالطات مع الناس بزاف، وعلى اي حاجه محرمه. قال لي امور كلها غتكون ميسره، وبالفعل ما شفت منه غير الخير. لاحظت واحد الحاجه اخرى، في كل مره كنحيد شي عمل ولا شي سحر كيبقى داكشي ديالو تابعني. كنشوفهم بعينيا ولكن ما كيقدروش يقربوا مني. كيجوني في الاحلام، كيجوني في صوره شي واحد كنعرفو، وكيبداو يهدوني باللي غيأذيو الناس اللي كنعرف. دازت مده،
خديت الباك ديالي بنقطة مزيانة، وكنت باقي على نفس الحال. ماشي كل سيمانة عندي مهمة، ولكن مرة في الشهر مرة في شهرين كان كيخصني نمشي نحيد شي سحر. واللي لاحظت ان داك الشيء كل مرة كيزيد يصعب، وفي كل مرة كيعطيني بلاصة بعد من اللي قبل. ولكن في المقابل كنت كنحس براسي حياتي غادا وكتزيد تزيان. وليت تايق في راسي كتر، وليت كنقول باللي معايا الحماية وما كاينش اللي يقدر يقرب ليا ولا يقايصني. دخلت لواحد المدرسة، واخا ما كنتش معول عليهم يقبلوني، حيت النقطة اللي طالبين على من النقطة اللي جبت انا. ولكن واخا هكا كنت قبلت. هادشي مع المدة ولا كيجيني عادي، الا عاود لي شي واحد عليه ما غاديش نتيق به. ولكن ما دمت انا عشتو فراني عارف باللي كاين. بقيت على داك الحال حتى لواحد النهار فين غتبدل حياتي عاوتاني. تعرفت على واحد البنت، ومن اول مرة شفتها تبهرت. معرفتش شنو دارت ليا، عقلي ما بقاش مطاوعني. وليت كنفكر فيها في النهار وفي الليل. انا بقوة ما كنتش شحال هادي بداية غير في الجمعيات وفي السبور، ما كنتش نهائيا كنتسوق للعلاقات. حتى دخلت هاد البنت لحياتي، لقيت فيها كاع دوك المواصفات اللي كنت باغي. واهم حاجة انها كانت كتشبه ليا، حتى هي اجتماعية. ما كاملاش حتى سيمانة وما قدرتش نصبر ومشيت قلتها لها، ودخلنا في علاقة انا وياها. وليت متبعها في كاع داكشي اللي كتقول ليا. شحال من مرة جا عندي داك الراجل، اولا بغيت نقول الجن، وقف عليا وقال لي بلي خاصني نبعد منها، وبلي ما تصلاحش ليا، وبلي غتخرج ليا على حياتي وغتبعدني على طريق الخير. ولكن انا كنت كنقول حتى لين غنبقى هكا، نبقى نفكر غير في الناس، خصني نفكر حتى في راسي شويه ونعيش حياتي. ولينا ديما خارجين قصارين وكنسهروا، ونقدر كاع نبات برا الدار. من واحد اللي دايا غير في الرياضه وفي المساعده ديال الناس، وليت واحد اللي كيكمي وكيشرب. وشويه بشويه بديت كنبعد على الصلاة، حيت كانت كتجمع عليا وكنعجز. دازت واحد المده، واحد النهار ما كانوش الدار، وعيطت على ديك البنت باش تجي لعندي. جات معايا للدار وبقينا مريحين. شويه نط باش نخوي الماء، وهي تبان لي هذيك الحجره في البيدوزه، وقالت لي علاش داير حجره في الماء؟ قلت لها والو، راه غير كتصفي الماء وكتنقيه. قالت لي اش كتخربق عليا، واش كتخبي عليا ولا شنو؟ علاش ما باغيش تقول لي؟ واش ما كتثقش فيا؟ دارت فيها تقلقات، وما عرفتش كيفاش كنت كنضعف قدامها. وعاودت ليها كلشي، القصه ديالي كامله، من نهار اللي لقيت داك السحور في المقبره. هي تصدمات وفي نفس الوقت عجبها الحال، وقالت لي واش بصح عندك هادشي؟ بصح كتقدر تفك السحور للناس؟ قلت لها قالت لي بغيت نطلبك، راه اختي دايرين ليها السحور من نهار العرس ديالها وهي مريضه. عافاك واش تقدر تحيدو ليها؟ قلت لها ولكن انا راه خاص الراجل يوقف عليا، هو اللي كيعطيني النعس ديال السحور فين كاين. قالت لي لا ماشي مشكل البلاصه، انا نقول لك فين كاين، حيت اختي راه مشات عند بزاف ديال الفقهاء وكلهم كيعطيوها النعس في ديك البلاصه. ولكن حتى شي واحد فيهم ما بغى يمشي معاها باش يحيدوه، وقالوا لا الا تحيد بشي طريقه غلطه تقدري تموتي ولا تآداي. عافاك الا كنتي كتبغيني دير هادشي على قبلي. بصراحه ما عرفتش باش نجاوبها، وقلت غنجرب شي طريقه من دوك الطرق اللي كان كيقول لي داك الراجل، حيت هو في كل مره كيعطيني طريقه معينه على حساب النوع ديال السحر والبلاصه فين كاين وحتى باش مخدوم. دوزنا ديك الليله في الدار، والغد ليه مشيت معاها. كنت كنحس بقلبي مقبوض عليا، بحال الا غندير شي حاجه اللي ما خاصنيش نديرها. المشكله ان ديك الليله كانت الخميس، فين موالف كيجي لعندي داك الراجل، ولكن ما جاش. ما فهمتش علاش، يمكن حيت كانت معايا ديك البنت، ويمكن حيت بعدت على الصلاة. مشيت معاها وشفت حالة اختها كيف دايرة. صراحة بقات فيا، وخا ما مسموحش ليا انني نفك ليها داكشي، حيت كيف ما قلت لكم في الاول داك الجن هو اللي كان كيجي لعندي وكينعت ليا فين وامتى. ما عرفتش علاش كان كيختار دوك الناس بالضبط. اللي كنت عارفه هو كان خاصني ندير داكشي، ولكن هاد المرة الخير اللي غنبغي نديرو غيخرج عليا، وغندير حاجه اللي غضرني بزاف. قلت لها فين دايرين ليها السحور؟ قالت لي راه دايرينو في القبر ديال جدي، وراه الفقيه هو اللي نعت لينا هادشي. خرجنا من عند اختها وتمينا غاديين للمقبره. كان داك نهار الجمعه وكانت الدنيا عامره.
قالت لي يلا على الاقل نوريك القبر جدي فين جا. مشيت معاه وتمينا داخلين، وبالفعل الناس كاينين بزاف، يعني ما كنت نقدر ندير والو في ديك الساعه. مشينا للقبر ديال جدها ترحمنا عليه، وانا كانت فيا واحد الحاجه، هو انني كنحس الا كانت ديك البلاصه فيها السحر ولا لا. بكثرت ما عايشت هادشي بزاف، وبالفعل حسيت برجليا تقال عليا، وعرفت بلي كاينه تماك شي حاجه، وحتى يدي بدات كترعد. دازو يومين وانا كنفكر في هاد القضيه، وهي كتصيفط ليا كل ساعه ميساج وكتقول لي واش صافي غدير داكشي اللي قلت ليك. تخربقت بزاف حيت اصلا داك الراجل ما جاش عندي، ما شفتوش في هاد السيمانه. ما فهمتش واش خلاني ولا بسبب داكشي اللي درت، ولا داكشي اللي عاد باغي ندير. وصل نهار اثنين ومشيت لديك المقبره، لقيت الكارديان تماك وهضرت معاه. قلت ليه انا راه من واحد الجمعيه وناويين باش نجيو هاد السيمانه نقيو المقبره، وريتو ديك البطاقه ديالنا د الجمعيه. قلت ليه انا جيت دابا غير نضرب دويره باش نشوف شحال خاصنا نجيبو ديال الدراري وشنو الماتيريال اللي غيلزمنا. تاق بيا وما زادش معايا في الهضره وقال لي صافي دخل. بقيت كندير راسي كندور حتى تلفتو مزيان، ومشيت للقبر ديال جد ايمان. بديت كنقرا على يديا بحال اللي قال لي داك الجن، وبحال اللي كندير ديما. كان داك الجن ديما كيوصيني وكيقول لي بلي ملي غنجي نحيد شي سحر، دوك الخدام ديالو غاديين يخلعوني وغيبغيو يمنعوني نحيدو. وداك الشيء اللي طرا ليا، كنت داير في بالي باش الا سمعت شي حاجه ولا شفت شي حاجه ما نتخلعش، ولكن هادشي اول مره غادي نحس به. هاد المره حسيت بالخوف العكس ديال المرات اللي فاتوا، واللي كنت كنحس باللي داك الجن معايا وما عندي مناش نخاف. كنت كنحس براسي مزير وقلبي كيضرب بالجهد، كنحس بيه غيخرج من بلاصتو، يديا بداو كيترعدوا ولساني تقال عليا. ما حسيت براسي حتى لقيت الكارديان مورايا وقال لي ياك لاباس واش كاين شي مشكل. قلت ليه لا والو صافي انا غنمشي في حالي. قلت مع راسي في النهار كتكون الحظيه، خاصني نرجع في الليل. ضربت على السور بان ليا معاليش بزاف، وتحركت من تماك ورجعت في حالي. ايمان مازال مصدعه لي راسي وكتقول لي واش قضيت الغرض ولا مازال. وصل الليل، صليت العشاء ودرت التحصين ديالي وجيت لديك المقبره. وهاد المره ما دزتش من الباب، نقصت من السور وحاولت ما نديرش الضوء بزاف باش ما نلفتش الانتباه. تميت غادي وكنقلب بين القبوره. بصراحه المقبره في الليل مختلفه بزاف على النهار. تصور وانا غادي كنتختل وكنحس بشي حد كيجري مورايا، لدرجه انني تخلعت وبديت كنجري حتى انا. وبقوة الخلعه درت يدي في الجيب باغي نجبد ديك الحجره، ولكن طاحت ليا. وملي تحنيت باش نقلب عليها ما لقيتهاش. عييت ما نقلب والو، بقيت كنقول مع راسي صافي انا ما محتاجش ليها، اصلا داير التحصين ديالي. كنقلب حتى وصلت لداك القبر. تحنيت كنحفر وبغيت نقرا القران، ولكن دوك الايات اللي كان حفظهم ليا داك الجن ما بقيتش عاقل عليهم، تمحاو ليا نهائيا من بالي. وحتى باش نذكر الله لساني تقال عليا. كنحس بالحريق والسخونيه في ظهري، بحال العافيه شاعله فيا. كنسمع صوت الضحك والغوات مخلط، وحتى صوت البكا. ما عرفتش دوك الاصوات منين جايين. جبدت داكشي وحيدته، وفي ديك الساعه كنحس بشي حاجه اخترقاتني بهذا المعنى، بحال شي حاجه تلبسات بيا لدرجه ان الجسم ديالي مبقيتش قادر نحركو اولا نتحكم فيه. وملي طرا هاد الشي وليت كنسمع شي اصوات كتار من الاول، وكنشوف شي خيالات. كيبان ليا شي 4 ولا 5 ديال الرجال تابعيني وانا كنجري في وسط ديك المقبره. كنغوت على الله الكارديان يسمعني. كنحس بهم طايرين بيا وما عندي فين نهرب. هذيك الليله ما عمرها غتنسالي. كنجري فحال الحمق وكنقز فوق القبوره يا ربي تسمح لي، ولكن انا اللي درتها لراسي. كنت باغي غير نوصل للسور باش نطلع فيه ونقز، ولكن بحال الا كنت سالف. تلفات عليا البلاصه في مره، بقيت عارف فين نمشي، واش نزيد القدام ولا نرجع للور. شويه حسيت براسي تهديت، وبزاف د الاصوات كنسمعهم في ودني لدرجه ما بقيتش قادر نتحمل. ما حسيت حتى لقيت الكارديان كيفيق فيا، وكان النهار طلع وكيقول لي شنو كدير هنايا. ما هضرت عنده وشاف وجهي عرفني انا.
شنق عليا وقال لي اش كدير هنا عدو الله، ياك ما جبتي شي سحور ولا شي حاجه؟ كنعرف الناس اللي بحالك. بقيت كندخل ونخرج في الهضره، ما عرفتش راسي حتى شنو قلت ليه. خرجني وجرى عليا من تما، غادي حفيا للدار، كلشي كيشوف فيا. داكشي اللي كنت لابس مقطع كامل، وليت كنبان بحال الحمق. الوالده ملي شافتني في الباب بقات كتغوت ودخلتني لداخل وقالت لي عاود لي شنو طرالك. ولكن انا ما كانش عندي اللسان باش ننطق ونعاود ليها. تصوروا معايا 6 شهور وانا كنعاني، حتى من ليكوش درتهم. لهاد الدرجه وصلت، حيت فشي ايام ما بقيتش قادر حتى نوقف على رجلي ونمشي للطواليت. الوالده والوالد تعذبوا معايا بزاف وما خلاوش شكون جابوا ليا باش يرقيني ولا يشوف الحاله ديالي. كان عقل كان جا داك الفقيه اللي كان هضر معايا في الاول كاع وقال لي يا قلت لك بعد من هادشي، وقال لهم ما عنده ما يدير، غيبقى هكا حتى يديهم الامانه امانته. كيصاب ليهم هادشي فيه اللعب. كنت في كل سيمانه كنحس بشي حاجه نقصات مني، مره كينقص لي الشوف، مره السمع، مره الشهيه ما كتبقاش عندي، شعري ولا كيطيح. وعاد الاحلام اللي كنت كنشوف لحمي كله ولا عامر بالضرابي وكيتقشر بحال الا فيا الكزيمه. كرهت العيشه، وليت كنتمنى الموت. كان كل نهار كيجي عندي واحد الراجل كنت عارفه ماشي راجل عادي، كان حتى هو منه، كل نهار كيعذبني. ديما كنفيق مخنوق، لدرجه شحال من مره داوني المستعجلات وداروا لي الاكسجين. كنبقى فيا الحال بزاف وانا كنشوف الوالده كتبكي حدايا، ولكن هادشي كامل سببو الطيران ديالي. كيف ما قلت لكم 6 شهور وانا هكاك، الفراش مبقيتش قادر نوض منه حتى لواحد الليله، وكانت بالليله ديال الخميس. تماك فين غيسالي هادشي، حسيت بشي يد تحطات عليا، بغيت نحل عيني ما قدرتش، ولكن كنسمع شي صوت بحال شي صوت كيقرا عليا القرآن. وداك الاحساس اللي جاني هو نفس الاحساس اللي كان كيجيني ملي كنت كنشوف داك الراجل كل خميس، وكنت متاكد بلي هو اللي جا عندي وهو اللي كان كيقرا عليا. ملي سالا قدرت نحل عيني، ومن نشوفها فيه فهمت بلي هذيك كانت اخر مره غادي نشوفو فيها. وهادشي كامل بسبب انني ما وفيتش بالعهد وما درت داكشي اللي خاصو يدار. وبالفعل وليت بخير، وليت كنقدر نوض على الاقل وكناكل ونهضر شويه مع الدار. دازت عام عاد وليت بخير ورجعت كيف كنت، ورجعت حتى لقرايتي. اما ديك البنت ما عاودش تلاقيتها، ومن داك الوقت وانا متبع غير صلاتي والاذكار ديالي. وكنت كنتمنى نعاود نشوف داك الراجل اولا داك الجن، ولكن ما عاودش شفتو. دابا دازت تقريبا 7 سنين على هاد القصه، وبالفعل ما عاودش شفتو. ما عرفتش واش ممكن يرجع من هنا للقدام ولا لا، ولكن على الاقل هو عاونني بزاف. وبغيت نقول لكم باللي بحال اللي كاين الجن اللي خايب، كاين حتى الجن اللي كيعاون الناس وكيوجههم للطريق الصحيح. وكانت هذه قصتي، وكنتمنى ان الناس ياخذوا منها العبره. الخوت هنا كتسالي قصتنا ديال اليوم. كيف العاده اللي عنده شي قصه بحال هادي يقدر يخليها ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع. نتلاقاو في القصه الجايه. السلام عليكم.